الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بكتاب الله، فإنه الهدى والنور والشفاء والبركة والبصائر والحكمة والبيان والتبيان. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول جل وعلا: وما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول عز من قائل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول تعالى وتبارك اسمه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا القرآن أعظم ما تدفع به الهموم وتذهب به الغموم، ولذلك جاء في دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وبعد توسل العبد بالعبودية لله، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ومن عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يداويه بالقرآن ويواسيه بالقرآن. يقول الله له: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ويقول الله له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ويقول الله له: ولقد استهزئ برسل من قبلك. ويقول الله له: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا يداويه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد نعلم
أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رأيت أيها المؤمنون أن هذا الكتاب العزيز كما قال ربنا العزيز يداوي الجراحات ويذهب العلل والآفات ويفتح قلوب المؤمنين إلى رحاب واسعات فيتجدد الرجاء بالقرآن ويعظم اليقين بالقرآن وتخف الآلام والحسرات بالقرآن. ويرى بعض أهل السير أن سورة يوسف نزلت بعد موت أبي طالب وموت خديجة رضي الله عن خديجة، عام عرف عندهم بعام الحزن. وبعض المعاصرين يقول كانت خديجة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بمثابة وزارة دفاع داخلية، وكان أبو طالب بمثابة وزارة دفاع خارجية. خديجة تثبته والله لن يخزيك الله أبدا، وتواسيه بنفسها وتواسيه بمالها، ولذلك حفظ النبي لها هذا فقال والله ما رزقني الله خيرا منها، صدقتني حين كذبني الناس وواستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الولد وحرمني ولد غيرها. وأبو طالب يعلنها داوية والله لن يصلوا إليك بدمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد أتيت بدين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصنع بأمرك ما عليك أضاضع. هكذا ما دمت حيا لن يصلوا إليك. ومن حكم الله البالغة في عدم إيمان أبي طالب أنه لو آمن لاستباح الكفار أبا طالب وابن أخيه، لكنه بقي على الكفر لحكمة يعلمها الله، فراعى الكفار فيه زعامة قريش ومشيختها ولم يتطاولوا على ابن أخيه. ولذلك في بعض المرات وقد خلق رسول الله من قبل بعض السفهاء وجعلوا التراب على رأسه، دخل داره وجعلت بعض بناته تصب الماء على رأسه وهو يغسل رأسه من التراب ويقول لها ما نالت مني قريش إلا بعد أن مات أبو طالب. يعترف ويقر له بهذه الفضيلة. ولذلك لما سأله العباس إن أبا طالب كان يمنعك ويحوطك ويزود عنك هل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في قعر جهنم. القرآن الكريم يعالج كثيرا من الإشكالات التي نقع فيها وتمر بنا. ولذلك رأيت أن أتكلم في خطب جعلت عنوانها إتحاف الخلان ببعض أدوية القرآن. إتحاف الخلان ببعض أدوية القرآن، هذا الشفاء المبارك، هذا النور، هذا البصيرة سماه الله بصائر، ففي ظله لا عماية، سماه الله شفاء، وصفه الله بأنه شفاء، ففي رحابه لا مرض، وصفه الله بالهداية، ففي ظلاله لا ضلالة. وأول هذه التي أذكرها لك الآن قول ربنا عز وجل
في سورة يونس: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا تمام آية في أولها يقول موسى مخاطبا السحرة، والسحرة جيء بهم من أنحاء مصر المختلفة، ولم يكونوا سحرة مبتدئين أبدا، بل كانوا أمهر سحرة في مصر. بوصف فرعون: ائتوني بكل سحار عليم. سحار على وزن فعال، التي تدل على المبالغة. جمعوا، سخرت أموال، وطاف مصر رسل فرعون. جمع هؤلاء لغرض واحد: لإبطال الحق. جمعهم كبير، ونوعهم خطير. الكم والنوع. وأرسل فرعون في المدائن حاشرين معلنين مذيعين: القصر يطلب كل ساحر يأنس في نفسه الكفاءة العالية والمهارة الشديدة. واجتمع السحرة، ثم يحملهم أمران إذا اجتمعا عند شخص بذل كل ما عنده لإبطال الحق، وهما المال والشرف. أفصحوا عن هذا في قولهم: أئن لنا لأجرا ما أخس الهمم وما أرخص الذمم. أهذا همك أن تحصل عرضا زائلا وحطاما فانيا في سبيل معارضة رسالات الله؟ أهذا همك؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم لمن المقربين. جمع لهم بين السلطة والثروة. وهل صراع الناس إلا في هذين؟ نعم، أعطيكم أجر وأزيدكم عليه بأن تكونوا قريبين مني في قصري وفي حاشيتي. إذن الداعي لمعارضة الحق حصل. الدنيا الزائلة والمرتبة الرفيعة التي وعدوا بها، وجاءوا واستخدموا في هذا الإرهاب، وهذا من وسائل المبطلين في نصرة الباطل. قال الله تعالى: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أعين الناس هي عصم وهي حبال، لكن المسحورون يرونها حيات. رؤياهم لها على هيئة الحيات ما صيرها حيات. وكم من إنسان يسحر في زماننا بزخارف الأقوال وبشبهات الجهال، فيقسم بالواحد المتعال أنه رأى بعينه حيات وثعابين، وما هي إلا عصا وحبال.
واسترهبوهم، ولتعرف بعد الخطر وأوجس في نفسه خيفة موسى. حتى الداعية، حتى المصلح، حتى الآمر بالمعروف ربما أصابه ما يعتري البشر، ولكنه إذا كان على صلة بالله كان المدد. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل. وانظر وتأمل في أمرين: الأول التأكيد الجازم إن الله. إياك أن تتردد، إياك أن تتذبذب، إياك أن تتلجلج، وأنت تتعامل مع وعد الله الصادق وخبر الله الذي لا يأتيه الباطل. إن الله، هذا السحر العظيم وهذه الرهبة وهذه الحيلة وهذا الجمع الغفير، إن الله. الأمر الثاني سيبطل. والسين إذا دخلت على الفعل المضارع دلت على قرب حصول المذكور، بخلاف سوف. سوف فيها تراخٍ، أما السين سيبطله. يقين المؤمن وعزمه ونظره إلى حقائق الأشياء، وكأنه يذكر علة لهذا الجزم. موسى إن الله سيبطله. من أين لك هذا التأكيد يا موسى؟ من أين لك هذا الجزم يا كليم الرحمن؟ فكان ختام الآية كالتعليل لهذا الحكم: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه حقيقة جعلت موسى يجزم جزما لا مرية فيه أن السحر باطل، وأنه ذاهب، وأن الحق منتصر. فتأمل وخذ يقينك وخذ عزمك وخذ همتك من كتاب ربي وربك الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، وكان ما أخبر به موسى لما ألقى عصاه ذهب السحر وبطل، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. أقول: ومن أنواع السحر التي لا ينتبه إليها بعضنا البيان، الفصاحة، البلاغة، التي تسخر في تزيين الباطل وتشويه صورة الحق. هذه التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن من البيان لسحرا. سحر تؤخذ به العقول وتسرق به الألباب ويصور لأصحابها الباطل المحض في صورة الحق الناصع. هذا كذلك يبطل بدلائل الشرع ويبطل ببراهين الحق.
المفسدون الذين يريدون إفساد عقائد الأمة بتقرير الشرك وتأصيله سعيهم إلى تباب، الذين يريدون أن يصرفوا الخلق من عبادة الله إلى عبادة غيره من المخلوقين، عملهم إلى ضلال. المفسدون الذين يريدون للبشر طاعة تامة ويريدون للمتبوعين عصمة، إذا قال المتبوع رأس الحزب أو رأس الطائفة أو رأس الجماعة كلاما لا تعترض فتنطرد، لا تعترض فتسلب، لا تعترض فتضيع. هؤلاء سعيهم إلى تباب. الذين يريدون المفسدون الذين يريدون أن يحيوا في بلادنا عادة خليعة ذميمة. أطلعني بعض إخواننا على صحيفة ولعلها الدار، فيها مشاركة سودانية، امرأة سودانية في بطولة أو في مسابقة ملكة جمال العالم العربي. ملكة جمال العالم العربي. كل دولة ترسل إحدى الحسنوات لتنافس في ماذا؟ في كيف نخرج النفط، لا، في كيف نستعمل الذهب، لا، في كيف نوفر الدواء، لا، جمال، ملكة جمال العالم العربي. صورتها على الصحيفة واسمها، والمهووسون يعدون ذلك مفخرة. مفخرة. هؤلاء يريدون إفساد أمتنا، لأنه إذا حصل لهذه المذكورة فوزا، أستغفر الله، إن حصل لها خسرا وقبحا وضلالا وذكرت في قائمة ضياع الشرف، ستحدث كل جميلة من بنات بلادنا نفسها أن تنزل في المسابقة العام القادم. وكأني بأتباع الشهوات قد أعدوا مكتبا لاستقبال الحسناوات، واستمارات تملأ، ولجنة تحكيم تنظر إلى العنق وإلى الصدر وإلى الخصر وإلى الأقدام، في بلاد تحاصر، في بلاد تشكو غلاء، في بلاد التشيع يدب في أوصالها، في بلاد أهذا وقته؟ نحن ننافس في مسابقة ملكة جمال العالم العربي. وقديما كانوا يدرسون الصغيرات في المدارس: يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمالا يزين جسما وعقلا فانبذي عادة التبرج نبذا، فجمال النفوس أسمى وأغلى، قد يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الرود لا تضارع شكلا. كان هذا تلقنه الصغيرات، لكنها المعركة التي يغفل عنها كثير من الناس. يريدون من بناتنا يعرضن المحاسن على مستوى العالم، ويريدون من أبنائنا أن يكونوا مغنين مشتركين في برنامج نجوم الغد. هكذا شعب يراد منه أن يغني شبابه وأن تتبرج نساؤه، ليصلوا إلى ماذا؟ لتضيع الأعراض وليذهب الدين وتذهب النخوة، وحينئذ مسلمون
بلا إسلام حقيقي مؤمنون دعوى مجردة، ولن ننصر إلا إذا نصرنا الله تعالى. هؤلاء مفسدون، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والله لا يصلح عملهم. ففي الأمة بفضل الله من الدعاة الطيبين والعلماء العارفين والشباب النابهين من يوزع الشريط النافع والمطوية المباركة، ويقيم الحلقة النافعة لتصحيح المفاهيم ولرد الأمة إلى صوابها. ومن المفسدين ظاهرة ظهرت ودبت، شباب أحداث الأسنان سفهاء الأحلام وقعوا في علماء الأمة طعنا وتجريحا واصطيادا لعثرات يتوهمونها ولشبهات يتخيلونها، وهذا مسلك خارجي. فإن الخوارج لما أرادوا الخروج على الأمة أسقطوا صحابة رسول الله، أسقطوا الصحابة. لماذا؟ حتى لا يبقى للمسلمين من يرجعون إليه. وبعد ذلك كفروا الأمة واستباحوا دماءها. فلما جاءت الفتنة العظيمة والتفت الناس وجدوا أصحاب النبي عند هؤلاء كفار مرتدون. إسقاط العلماء لا يخدم إلا أعداء الإسلام. أمة لا تعظم علماءها ولا توقرهم حرية بالضياع. وقد قرأت في تراجم المتقدمين، هل تعلم وهل تصدق أن جابر بن عبد الله رمي بأنه يرى رأي الخوارج بلغة الزمان تكفيري، وأن الحسن البصري اتهم بالقدر، وأن عبد الله بن مبارك اتهم بالإرجاء؟ هل تصدق هذا؟ القضية قديمة عريقة والأيدي هي الأيدي، لكن المحزن الغفلة من أهل الإسلام، عدم الأخذ على أيدي هؤلاء. ولكن عزاء الطيبين وشفاء أهل الاستقامة أن الله يقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا وعد الله الذي لا يتخلف، والله يعلم المفسد من المصلح. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. حصن ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء. لا تجعل يا ربنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وجاءنا خطابان: خطاب من جمعية أنصار الخيرية، وهي جمعية تعنى بدعم الشعب الفلسطيني المحاصر، وتريد من إخوانهم المسلمين دعما لهم. كما جاء خطاب من جمعية القرآن الكريم في كذلك للتبرع بطباعة المصحف وغيره من أغراض الجمعية، ومناديب الجمعيتين عند أبواب المسجد. غفر الله لنا ولكم وحفظنا وإياكم. قوموا إلى صلاتكم.